قانون الإيجار القديم اتوافق عليه بس لسه ما بدأش. ناس كتير بتسأل، هو قانون الإيجار القديم اتطبق خلاص؟ هنسيب الشقق؟ هنطرد؟ طب الإيجار هيزيد؟ الحقيقة إن في قانون جديد فعلا صدر ومجلس النواب وافق عليه نهائيا، لكن لسه ما بدأش تنفيذه لأن القانون لسه ما اتنشرش في الجريدة الرسمية، ولسه في انتظار توقيع رئيس الجمهورية علشان يدخل حيز التنفيذ. يعني اللي هنتكلم فيه دلوقتي هو القانون الجديد اللي اتوافق عليه في صورته النهائية، لكن لسه ما دخلش مرحلة التطبيق. أول حاجة، القانون هيهد نظام بقاله 70 سنة. نظام الإيجار القديم اللي كان بيخلي شقة في وسط البلد ب 30 جنيه ده خلاص انتهى من الناحية التشريعية. القانون الجديد بيقول العقود القديمة هتنتهي بعد فترة محددة، والإيجار هيتغير بشكل كبير، والعلاقة بين المالك والمستأجر لازم تتوازن. المهلة موجودة، والعد التنازلي مش هيبدأ إلا بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية. فلو أنت ساكن إيجار قديم معاك 7 سنين بدءا من تاريخ تطبيق القانون، ولو أنت معاك محل أو مكتب أو أي وحدة غير سكنية هيكون قدامك 5 سنين، والمهلة دي هيبدأ احتسابها من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية. يعني حاليا مفيش عد تنازلي شغال، لكن العد قرب يبدأ. كمان الإيجار هيتغير بشكل غير مسبوق. الشقق في المناطق المتميزة الإيجار هيزيد 20 ضعف وبحد أدنى 1000 جنيه، والشقق في المناطق المتوسطة والاقتصادية برضه هتزيد 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيه. والمحلات والمكاتب وأي وحدة غير سكنية هتزيد 5 أضعاف مباشرة، وكل سنة هيبقى في زيادة تلقائية 15%. لكن في نقطة مهمة جدا، لحد ما اللجان تخلص تصنيف المناطق المستأجر هيدفع 250 جنيه مؤقتا لحد لما يظهر القرار الرسمي، ساعتها يسدد الفروق على أقساط. كمان حالات الإخلاء مش بس انتهاء المدة، في حالتين كمان ممكن يخلوك تسيب الشقة فورا. الأولى لو سبتها مقفولة سنة كاملة بدون سبب، والتانية لو عندك شقة تانية صالحة للسكن أو لنفس الغرض، وساعتها المؤجر يقدر يطلب طردك بأمر سريع من المحكمة من قاضي الأمور الوقتية. وللعلم القانون مش ضد المستأجرين. الدولة قالت لو سلمت شقتك بإقرار رسمي من حقك تتقدم تطلب وحدة بديلة، إيجار أو تمليك، والأولوية هتكون للفئات الأولى بالرعاية وخصوصا المستأجر الأصلي وأسرته. الأهم دلوقتي الاستعداد. فالقانون مش مجرد ورق، ده قانون هيغير الخريطة السكنية في مصر، لكن لسه ما بدأش فعليا. وكل اللي يقدر يعمله أي طرف دلوقتي إنه يراجع وضعه ويجهز نفسه ويتابع النشر الرسمي، علشان أول ما القانون يتنشر هيبدأ العداد الحقيقي. خلاصة الكلام، قانون الإيجارات الجديد تمت الموافقة عليه نهائيا من البرلمان، لكن لسه مش هيتطبق ولا هيتنفذ ولا هيتحسب منه أي مدة إلا بعد توقيعه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية. فلو أنت مالك أو مستأجر استغل الوقت ده كويس. ولو محتاج تعرف وضعك القانوني أو عندك موقف خاص مش عارف تتصرف فيه، اكتب لي في التعليقات أو ابعت لي رسالة وساعدني أوصل المعلومة دي لأكبر عدد. وفي النهاية لو مهتم بالقانون تابعني.